السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا يا صديقي زي ما احنا متعودين بنعمل مراجعة كده على كل شهر نحط لك فيها اهم النواتج اللي دايما يا صديقي بتخليك مبسوط وانت في الامتحان، تقول لي ربنا يخليك يا مستر ابراهيم. طبعا يا صديقي كله طبعا بفضل ربنا وبفضل تعبنا، اذا كان انا او انتم بنقدر الحمد لله ان احنا نمسك اي امتحان نفرتكه. تمام؟ طبعا يا صديقي مبدئيا كده قبل اي حاجه احنا الاول هنصلي على الرسول. ثانيا يا صديقي انت طبعا المقرر عليك في شهر نوفمبر 3 دروس، في ادارات فيها درسين وفي ادارات فيها 3 دروس، اللي هو الاخطار والدوله الاسلاميه عقب وفاه الرسول والفتوحات الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين. جميل. احنا في الفيديو ده صديقي هنبدا نحط لك اهم النواتج، تمام، اللي تسهل عليك الثلاث دروس. نعمل لك مراجعه سريعه كده، نظبط لك الثلاث دروس كده بشكل بروفيشنال، تمام. وفي فيديو تاني هينزل لك خاص بالتقييمات اللي ليها علاقه بالثلاث دروس، اللي ليها علاقه بالثلاث دروس. وبكده صديقي يبقى انا عملت الصح معاك في الثلاث دروس دول. بس ما تنسناش يا صديقي انك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب علشان خاطر يا صديقي بفضل ربنا وبفضل دعمكم نقدر نوصل ل 100,000. احنا بقى عايزين بقى نوصل ل 100,000 بقى. احنا عمالين بنتعب ونشقى اهو، فعايزين نوصل لل 100,000. تمام؟ طيب تعالى يا صديقي بقى كده نسمي الله وهات كوبايه النسكويك بتاعتك. تعالى لي نمسك يا صديقي درس الاخطار. مبدئيا كده انت عارف يا صديقي ان الاخطار اللي واجهت الدولة الإسلامية عندي في منها خطر داخلي وفي خطر خارجي. الخطر الداخلي اللي هم المنافقين واليهود، والخطر الخارجي اللي هي قريش، تمام، والروم. احنا نمسك الأول الخطر الداخلي اللي هم المنافقون وزعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. ماشي. امتى ظهرت حركة النفاق يا صديقي؟ ظهرت حركة النفاق في المدينة بعد غزوة بدر. يعني نتيجة تحقيق المسلمين الانتصارات العسكرية. المسلمين يا صديقي لما علموا على قريش في غزوة بدر الكبرى، هنا عبد الله واللي معاه يقول لك يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، ده المسلمين انتصروا على مين؟ على قريش وحلفائهم من المشركين. ده انا كده خايف على مكانتي الاجتماعية. ده مين اللي بيتكلم؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله واللي معاه صديقي خافوا على اوضاعهم ومكانتهم الاجتماعيه. عشان كده صديقي هيبداوا ان هم يخشوا الاسلام، بس هيظهروا الاسلام وهيبطنوا الكفر. عشان كده بنسميهم منافقين ولاد كلب. تمام؟ فانا عرفت يا صديقي ان هم دخلوا نتيجه الانتصارات العسكريه. يبقى ظهر النفاق نتيجه الانتصارات العسكريه. طب ظهر ليه؟ ايه السبب؟ قول له يا مستر السبب اجتماعي، ان هم خايفين على ضعف مكانتهم الاجتماعيه. ضعف مكانتهم الاجتماعيه. تمام؟ وطبعا زعيمهم هو عبد الله بن أبي بن سلول. وعايز اقول لك يا صديقي ان خطوره المنافق بترجع الى ان هو عدو غير ظاهر. تخيل كده واحد جنبك كده يقول لك انا مسلم وماسك السبحه وبتاع، وهو من جوه كافر ابن كلب. تمام؟ وبيسعى للقضاء على الدولة الإسلامية، وبيسعى للقضاء على الدولة الإسلامية. دي خطورة المنافق. قام المنافقون ببناء مسجد ضرار. طيب مبدئيا كده صديقي المنافقين كان هدفهم ان هم يقضوا على الدولة الإسلامية، يعني هدفهم سياسي. حلو؟ حلو. طيب المنافقين دول عشان يقضوا على الدولة الإسلامية عملوا ايه؟ قال يا مستر عملوا حاجتين. عملوا كام حاجة؟ حاجتين. الحاجة الأولانية هي محاولة شق وحدة الصف الإسلامي، اللي هي استخدام فرق تسد، نوقع ما بين المهاجرين والأنصار، نستخدم الشائعات والأكاذيب زي حادثة الإفك لما طبعا اتهموا السيدة عائشة بالزنا، نبني مسجد ضرار، نخش في المسجد ده ونقعد نحرض ونتآمر ضد الإسلام. تمام؟ فده أول أسلوب اتبعوه، إن هم حاولوا يفرقوا بين المسلمين، يستخدموا سياسة فرق تسد. سياسة فرق تسد. يبقى اهو
طبعا اهو المنافقين طبعا قاموا ببناء مسجد ضرار ده لاخفاء نواياهم. اخفاء ايه نواياهم؟ انا عايز اخفي نيتي. فداخل كده المسجد، داخلين بتعملوا ايه يا رجاله؟ بنصلي الله اكبر، وهم يخشوا يا صديقي يقعدوا يتامروا ويحرضوا ضد الايه؟ الاسلام. وخلي بالك هنا مسجد ضرار بيتشابه مع دار الندوه في التحريض ضد الاسلام. في التحريض ضد الايه؟ الاسلام. التحريض ضد الدوله الاسلاميه. حاول المهاجرين ايقاع الفرقه والانقسام بين المهاجرين والانصار. خلي بالك بقى من الحته دي. ممكن اقول ان المنافقين اللي هو طبعا كان زعيمهم عبد الله بن ابي بن سلول، تمام؟ اخذوا سياسه اليهود قبل هجره الرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب. مش انت فاكر يا صديقي اليهود قبل ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب كانوا بيوقعوا بين الاوس والخزرج؟ صح؟ اللي هي سياسه فرق تسد. فهنا يا صديقي المنافقين هياخدوا نفس الاسلوب من اليهود، ويبداوا ان هم يوقعوا بين مين ومين بقى؟ قال لي بين المهاجرين والانصار. خلي بالك ان المنافقين بيوقعوا بين المهاجرين والانصار اللي هم اهل المدينه واهل مكه، على عكس اليهود بيوقعوا بين الاوس والخزرج اللي هم اهل المدينه. خلي بالك من الحته دي، تمام؟ عشان ما تجيش يقول لك هناك تشابه بين اسمه ده. طبعا دي مش المهاجرين، دي حاول المنافقين هنصلحها، تمام؟ ما يجيش يقول لك ان المنافقين بيتشابهوا مع اليهود في الايقاع بين المهاجرين والانصار. لا، ممكن اقول ان هما الاثنين بيتشابهوا في استخدام سياسه فرق تسد، ان هم حاولوا يشكوا وحده الصف الاسلامي، يفرقوا بين المسلمين، تمام؟ لكن دول بيفرقوا بين المهاجرين والانصار، اما اليهود بيفرقوا بين الاوس والخزرج، يعني بيوقعوا بين الاوس والخزرج. خلي بالك من الحته دي. انا استخدمت نفس الاسلوب بس هل انا فرقت بين الاوس والخزرج؟ لا، انا فرقت بين المهاجرين والانصار. اليهود هم اللي فرقوا بين الاوس والخزرج. عشان الحاجات دي اللي انت بتتلخفن فيها. ظهر تخاذل المنافقين عسكريا عن حضور الغزوات 3 مرات. طبعا يا صديقي دي مش محتاجه، هم تخاذلوا بقى في احد والاحزاب، تمام؟ يقول لك هنا معادن الناس تظهر وقت الشده. معادن الناس تظهر وقت ايه؟ الشده. احنا في شده يا صديقي، بنحارب المشركين في احد، نلاقي عبد الله بن ابي واخد تلت الجيش وبيهرب، ساب المسلمين لوحدهم. برضه في الاحزاب يا صديقي اللي هي غزوه الخندق، تمام؟ وطبعا ما طلعوش مع المسلمين في غزوه تبوك لملاقاه الروم. بس طبعا اكتر تخاذل للمنافقين عسكريا هيبقى في الغزوتين دول اللي هي احد والاحزاب. احد والاحزاب. طيب اكبر تخاذل المنافقين كان في غزوه احد الغزوه التي اظهرت حركه النفاق، غزوه احد. خلي بالك بقى صديقي ان المسلمين لما انتصروا في غزوه بدر ظهرت حركه النفاق، يعني ظهر المنافقين، تمام؟ في ناس بدات تظهر اسلامها وتبطن الكفر. الكلام ده بعد غزوه بدر. طيب هيبداوا ان هم صديقي يوروا المسلمين بقى ان هم منافقين امتى؟ قال لي بعد غزوه احد. عشان كده بقول لك في تباين، تباين بين غزوه بدر وغزوه احد. بعد غزوه بدر انا بظهر الاسلام وببطن الكفر. بعد غزوه احد لما المسلمين خسروا في غزوه احد، قال لك يا عم احنا عايزين نرجع للدين بتاعنا تاني، الاسلام ده وحش. ده مين؟ المنافقين بيطلبوا ان هم يرجعوا للدين بتاعهم تاني، تمام؟ عشان كده بقول لك في تباين بين غزوه بدر واحد. طيب رفض المنافقين الخروج في غزوه تبوك للقاء الروم. طبعا ده عشان يضعفوا جيش المسلمين بحيث ان الروم يقضي على على المسلمين، يعني هم كده اكنهم بيساعدوا في النيل من المسلمين. تشابه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين مع المشركين او مع قريش في مكه. مع المشركين في مكه. لو تفتكر يا صديقي ان قريش لما حاربت الاسلام او حاربت الدعوه الاسلاميه في مكه، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان هو يستخدم القوه، وقال لك استخدم الحكمه والموعظه الحسنه، تمام؟ ليه؟ للحفاظ على وحده المجتمع المكي. انا مش عايز المجتمع في مكه ينهار ويتفكك. نفس الكلام يا صديقي. قال لك انا مش هحارب المنافقين
للحفاظ على وحدة المجتمع في المدينة عشان ما تحصلش حرب ايه أهلية. فأنا موقفي في المنافقين في المدينة فين؟ موقف المنافقين في المدينة بيتشابه مع موقفي من قريش في مكة في ان انا ما رضيتش استخدم القتال، وده للحفاظ على وحدة المجتمع، للحفاظ على السلم الاجتماعي. الحفاظ على السلم الايه الاجتماعي، او الحفاظ على كيان المجتمع، الحفاظ على السلم الايه الاجتماعي. تشابهت اساليب قريش والمنافقين في ايه؟ طبعا يا صديقي الاثنين استخدموا حرب الشائعات والاكاذيب اللي بنقول عليها الحرب النفسيه. تمام؟ لان طبعا المنافقين قلت لك طلعوا شائعه على السيده عائشه ان هي طبعا ايه ارتكبت الزنا اللي هي حادثه الافك. رفض الرسول صلى الله عليه وسلم محاربه المنافقين او قتلهم لسبب ايه اجتماعي، لان قلت لك ان هو عايز يحافظ على السلم الاجتماعي، عايز يحافظ على وحده المجتمع ايه في المدينه. تراجعت حركه النفاق في العام التاسع. في العام التاسع صديقي بتبدا تتراجع حركه النفاق لما نزلت الايات وكشفت امرهم، سوره المنافقين. لما نزلت سوره المنافقين يا صديقي بدا هنا مجموعه كبيره من المنافقين يروحوا يعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم. فبتبدا هنا تتراجع حركه النفاق. ليه؟ اهو لاسباب دينيه، لما نزلت ايات من القران في ايه؟ كشف امرهم. لكن تراجعت معظم حركه النفاق في العام العاشر واصبح حضورهم ضعيفا لما مات راس النفاق. الزعيم بتاعهم مات، الكبير بتاعهم مات، اللي هو مين الكبير؟ عبد الله بن ابي بن سلول. تمام؟ فطبعا هنا تراجعت واصبح حضورها ضعيفا لاسباب اجتماعيه، اللي هو وفاه راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول. العامل المشترك في اساليب الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهه المشركين واساليب مقاومه قريش. تمام؟ ايه العامل المشترك في اساليب الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واجه المشركين، واجه المنافقين. لا هنخليها المنافقين مش المشركين، معلش يا شباب، المنافقين وقريش. ان انت استخدمت الحكمه والموعظه الحسنه والحفاظ على وحده المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يحافظ على وحده المجتمع. تعال نتكلم بقى عن اليهود. اليهود يا صديقي، طبعا اليهود يا صديقي هيبداوا ان هم ينقضوا العهد، لان انت عارف يا صديقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل صحيفه المدينه علشان ينظم العلاقه بين المسلمين وبين اليهود، ولكن اليهود ولاد ابنسه، انت عارف ان هم غدارين، فنقضوا الايه؟ العهود. تمام؟ طيب اليهود عملوا ايه يا صديقي؟ في عندك مثلا ان هم حاولوا يشكوا وحده الصف الاسلامي، اللي هو استخدام اسلوب فرق تسد، نفرق ما بين المسلمين، نوقع ما بين المسلمين. فهو في واحد اسمه شاس بن قيس اللي هو احد شيوخ اليهود، مر باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج فوجدهم متحابين، فامر فتى يهودي ان يجلس معهم ويذكرهم بيوم بعاث. حرب بعاث يا صديقي اللي كانت ما بين الاوس والخزرج، واللي جه وقف الحرب دي الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهو بيفكرهم بيوم ايه؟ بعاث. هنا يا صديقي هو عايز يثير العصبيه القبليه، يحصل هنا حرب بسبب العصبيه القبليه بين الاوس والايه؟ والخزرج، عايزهم يدبحوا في بعض. تمام؟ طيب ده العباره بتشير اسلوب اتباعه اليهود اهو للقضاء على الدوله الاسلاميه ومحاوله اليهود حدوث الفتنه بين الاوس والخزرج، اللي هو شق الصف الاسلامي، وده بيدل على دهاء ومكر الايه؟ اليهود. الفرق بين اسلوب اليهود واسلوب المنافقين تجاه الدوله الاسلاميه، بص يا معلم، اليهود والمنافقين اتبعوا نفس الاساليب للقضاء على الدوله الاسلاميه. زي مثلا هما الاثنين حاولوا يوقعوا بين المسلمين، اللي هي محاوله شق وحده الصف الاسلامي. هما الاثنين نشروا الشائعات والاكاذيب والطعن في اعراض المسلمين، طعن في اعراض الايه؟ المسلمين. زي ما طبعا قلت لك اتهموا السيده عائشه بالزنا، وهنا لما تعدى يهود بني قينقاع على امراه تبيع وتشتري في سوق بني قينقاع، ما كده برضه صديقي انت بتتعدى على حرمات المسلمين. يبقى هما الاثنين حاولوا يفرقوا بين المسلمين، هما الاثنين تعدوا على حرمات المسلمين ونشروا الشائعات والاكاذيب، هما الاثنين تحالفوا مع اعداء الدوله الاسلاميه. ولكن الاختلاف ان اليهود حاولوا يقتلوا الرسول،
حاولوا يقتلوا الرسول. لكن المنافقين يا صديقي ما فكروش ان هم يغتالوا الرسول، يقتلوا الرسول. اليهود حاولوا يقتلوا الرسول، وده بيتشابه مع قريش. قريش برضه صديقي حاولت ان هي تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت في دار الندوه وقالت لك علينا بقتل محمد. علينا ايه؟ بقتل محمد. الكلام ده قبل الهجره لو تفتكر. تمام؟ يبقى هو صديقي الاختلاف هو محاوله قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. اكثر الفئات اليهود خطوره على الاسلام طبعا دول يهود بني النضير، لان هم اللي حاولوا يغتالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اول اما ربنا يخبره بهذه المؤامره هيعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وربنا لعلم اليهود دول الادب. وقام مجهز صديقي طلعه وراح قام بغزو بني النضير. الكلام ده امتى؟ في 4 هجريه. هو مين اللي كان بيحرض يهود بني النضير؟ قال لي المنافقين. طب دلوقتي يا صديقي لما الرسول رايح يحارب يهود بني النضير، رايح يحاربهم علشان يطردهم من المدينه، فلما قام باجلاء يهود بني النضير هل المنافقين وقفوا معاهم؟ لا. فهنا يا صديقي بيظهر تخاذل المنافقين مع يهود بني النضير لما الرسول اجلاهم من ايه؟ من المدينه. انا عمال احرضك واسخنك، يلا يا عم حارب المسلمين واحنا نساعدكم. حصلت عركه بين الرسول وبني النضير، وقام الرسول بطرد بني النضير ولم يتدخل المنافقين. تمام؟ طيب وجه الشبه بين دار الندوه واجتماع اليهود. طبعا قلت لك ان هما الاثنين حاولوا يغتالوا النبي، حاولوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. اوجه الشبه بين اساليب المنافقين واساليب اليهود لمواجهه الدعوه الاسلاميه. بص طبعا هما الاثنين استخدموا اسلوب فرق تسد، اللي هو شق الصف الاسلامي، ان احنا نحاول نوقع ما بين المسلمين. بس طبعا اليهود قلت لك حاولوا يوقعوا بين الاوس والخزرج، لكن المنافقين كانوا بيحاولوا يوقعوا بين المهاجرين والانصار. اوجه الشبه بين اساليب المنافقين واساليب اليهود والمشركين. الثلاثه بتشابهوا في ايه؟ ان هم اتبعوا سياسه التحالفات السياسيه. يعني انت عندك مثلا المشركين ما هو كانوا متحالفين مع بعض. قريش كانت عامله تحالف مع المشركين زي غزوه الاحزاب. اتسمت باحزاب يا صديقي لان كان في تحالفات بين المشركين ضد المسلمين. تمام؟ واليهود برضو اتبعوا سياسه التحالفات. اذا كان يهود بني النضير اللي كانوا بيحرضوا المشركين في قريش ان هم يغزوا المدينه، يهود بني قريظه اولاد الملاعين اللي نقضوا بند الدفاع المشترك ضد اي عدوان وراحوا تحالفوا مع المشركين في غزوه الاحزاب. برضو المنافقين بدأوا ان هم يتحالفوا يتعاونوا مع اعداء الدولة الاسلامية. وبرضو هم الثلاثة استخدموا الحرب النفسية اللي هي الشائعات والاكاذيب. يعني اذا كان اليهود او اذا كان المنافقين او اذا كانت قريش. اول مواجهة فعلية بين اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، اول صدام عسكري داخل المدينة يعني جوه المدينة كان مع اليهود. انهي يهود يا صديقي؟ قال لي يهود بني قينقاع الذين قاموا بنقض بنود الصحيفة، اللي هو البند الخاص باحترام امان المسلم. بني قينقاع ولاد الذين ما احترموش امان المسلم. راحوا تعدوا على امرأة تبيع وتشتري في سوق بني قينقاع. التعدي على امرأة هنا وقتل رجل من المسلمين خدته الغيرة طبعا عشان يدافع عن الامرأة، فتجمع عليه اليهود وقتلوه. فانت كده ما بتحترمش امان المسلم يا باشا، واللي ما يحترمش امان المسلم احنا نبقلشه. تمام؟ فتم طبعا اجلاء يهود بني قينقاع. وخليك فاكر يا صديقي يهود بني قينقاع لما تم اجلائهم راحوا لفين؟ للشام. يعني راحوا في الجهات الشماليه الغربيه. على فكره الرسول صلى الله عليه وسلم كان هيخلص عليهم لولا تدخل زعيم المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول. زعيم المنافقين يقول له يا رسول الله مش لازم نقتلهم، مش لازم نقتلهم. هنا اليهود بني قينقاع بيستفيدوا من التحالفات السابقه. لو تفتكر ان يهود بني قينقاع كانوا متحالفين اصلا مع الخزرج، فاكر؟ قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا هو زعيم الخزرج اللي هو عبد الله بن ابي، يا رسول الله مش لازم نقتلهم، يعني احنا دين سماح، اتركهم. فهنا اليهود بيستفيدوا من التحالفات السابقه، لان هم كانوا متحالفين مع الخزرج، وعبد الله بن ابي يعتبروا
احدى زعماء الخزرج. فاول مواجهه فعليه داخل المدينه هي غزوه بني قينقاع، اللي هي اول غزوه داخل المدينه. لكن خلي بالك، اول صدام عسكري في شبه الجزيره العربيه كان مع قريش، لان الغزوه دي اللي هي غزوه بني قينقاع بعد غزوه بدر الكبرى. خلي بالك من دي، يعني اول غزوه بدر، اللي هو الصراع اللي كان ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، وقريش، تمام. بس نقفل ماشي. طبعا سياسه التحالفات بين اليهود والمشركين مخالف لاحدى نصوص دستور المدينه والدفاع المشترك عن المدينه، تمام. طبعا دي يهود بني قريظه اللي هم خلفوا بند الدفاع المشترك ضد اي عدوان. الغزوه التي اظهرت حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على حرمات المسلمين، طبعا يا صديقي دي غزوه ايه؟ هتبقى غزوه بني قينقاع، تمام. دي بتدل ان احنا عايزين نحافظ على حرمات المسلمين، بتدل على ارتفاع مكانه المراه. السبب الرئيسي المباشر لواقعه غزوه بني قينقاع قلت لك عدم احترام امان والتعدي على حرمات المسلمين. تعال نتكلم بقى عن خطر المشركين. كان الهدف الاساسي لقيام قريش بارسال رسائل الى عبد الله بن ابي بن سلول. اشمعنى الراجل ده؟ قالت لك الراجل ده يبقى زعيم المنافقين، فانا عايز اتحالف معاه عشان اقضي على الدوله الاسلاميه، تمام، عشان هو زعيم المنافقين وزعيم الخزرج. يبقى انا برسل له لتحقيق اهداف اجتماعيه واثاره النزعه القبليه. ايه ده؟ هو يا عبد الله مش انت كنت الزعيم؟ ايه اللي حصل لك يا اخويا؟ ايه مكانتك بقت عامله كده ليه؟ فين ايام زمان لما انت كنت اللي بتحكم؟ دلوقتي المسلمين اللي هم جايين من مكه بقوا هم اللي بيحكموا المدينه، تمام. فطبعا انا عايز اثير النزعه القبليه عشان اتحالف معاه ونقضي على الدوله الاسلاميه. ارسال قريش رساله لعبد الله بن ابي قلت لك طبعا لاسباب اجتماعيه. كان الهدف من ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم السرايا والغزوات. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا صديقي قال لك احنا عايزين نعلم قريش الادب، فبدا يرسل 4 سرايا و4 غزوات. 4 سرايا و4 غزوات. قلت له ليه؟ قال لي عايزين نجمع معلومات كده عن طرق تجاره قريش، نعرف يا صديقي القوافل التجاريه بتاعت قريش بتمشي منين، ونروح ضربينها لاضعاف قريش اقتصاديا. اقتصاديا. خلي بالك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعمل حصار اقتصادي، تمام. وده بيتشابه مع قريش لما عملت حصار اقتصادي على بني هاشم، بيتشابه مع الروم اللي هيعملوا حصار اقتصادي هنتكلم عليهم دلوقتي، تمام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يضعف قريش اقتصاديا، وعايز يفرض هيبه الدوله الاسلاميه، اللي هو طبعا سبب سياسي. فارسال السرايا والغزوات بترجع لاسباب اقتصاديه وسياسيه. وخلي بالك هنا ارسال السرايا والغزوات كانت بتقوم بدور الاستطلاع. يبقى اول من طبق نظريه الاستطلاع الحربي في الدوله الاسلاميه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيجمع معلومات، يعني السرايا دي مثلا والغزوات الصغرى دي كانت جمع معلومات كده بتقوم بدور استطلاع، بتشوف الاماكن اللي بتمشي فيها القوافل التجاريه بتاعت قريش عشان نضربها فنضعفها اقتصاديا او نستنزفها اقتصاديا. دي بنقول عليها حروب الاستنزاف عموما، يعني احنا عايز استنزفك اضعفك اقتصاديا. حقق صلح الحديبيه اهداف سياسيه ودينيه، تمام. ليه؟ لان طبعا صلح الحديبيه احنا لما نعمله هتستقر احوال الدوله الاسلاميه خلاص، لان القتال هيتوقف لمده 10 سنين، تمام. ده بند كان بيحقق استقرار الدوله الاسلاميه. وفي نفس الوقت انت بقى بعد صلح الحديبيه هتبدا بقى الدعوه تبقى عالميه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدا ينشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه بعد صلح الحديبيه، او بدايه انطلاق الدعوه من الناحيه الفعليه خارج شبه الجزيره العربيه بعد صلح الحديبيه. بدا الرسول صلى الله عليه وسلم التحول من الدفاع للهجوم بعد صلح الحديبيه، او بمعنى صح صديقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الان نغزوهم ولا يغزوننا. الكلام ده بعد غزوه الخندق. انت عندك من 2 هجريا لحد 5 هجريا الفتره دي المسلمين كانوا بيدافعوا، احنا بندافع، احنا بندافع،
تمام، واخدين وضع المدافع. هنبدا نتحول من الدفاع للهجوم، هنبدا احنا اللي نهاجم بقى. الكلام ده يا صديقي لما قريش قامت بنقض صلح الحديبيه. شوف المشركين هنا صديقي ما يتخيروش عن اليهود بحاجه، الاتنين بينقضوا الايه؟ العهود. الاتنين بينقضوا الايه؟ العهود. من نصوص صلح الحديبيه، وخلي بالك ده تحول، بص تحول في الفكر الاستراتيجي، يعني انا غيرت من فكر الاستراتيجي، بدل ما دافع بقيت بهاجم، وده عشان انهي تحالف المشركين نهائيا. يبقى لما يجي يقول لك الرسول غير من تفكيره الاستراتيجي، بدل ما كان بيدافع بقى بيهاجم. ليه؟ تقول لي عشان عايز ينهي على خطر المشركين نهائيا، عايز يقضي على قريش وتحالفاتها. تمام؟ سؤال رقم 28. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا طبعا دي من نصوص صلح الحديبيه، من اراد الدخول في حلف محمد فليدخل ومن اراد الدخول في حلف قريش فليدخل. هنا قريش بتعامل الدوله الاسلاميه معامله الند بالند، وهنا اصبح للدوله الاسلاميه سياسه خارجيه بالمعنى المعروف، لان المسلمين اصبحوا لقريش انداد، فبالتالي اي قبيله عايزه تعمل تحالف مع المسلمين تعمل. لما تعمل تحالف مع قبيله ثانيه يبقى انت كده بقى ليك سياسه خارجيه بالمعنى المعروف. من نصوص صلح الحديبيه من اتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش ردوا اليه، ومن اتى الى قريش من المسلمين لا ترد. دي بتدل طبعا على ثقه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسلمين والصحابه. انا عارف كده كده يا صديقي ان الناس دي دخلت بدافع الايمان، فعمرهم ما هي ايه؟ هيرتدوا عن الاسلام ويرجعوا للكفر تاني. فهو كده هو واثق في المسلمين والصحابه. الصديق الجيد تعرفه عند الحاجه. مقوله استفادت منها قبيله خزاعه التي كانت في حلف الايه؟ المسلمين. ما انت عندك يا صديقي قريش نقضت العهد، لان هي راحت ساعدت مين؟ قبيله بكر في الاغاره على قبيله خزاعه. تمام؟ فهنا بقى الصديق الجيد بتعرفه وقت الحاجه فعلا. انت لما تهاجم عليك من قبيله بكر وقبيله قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا هجيب لك حقك. بص بقى هنا بيظهر الصديق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ انا هجيب لك حقك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك بس احنا هنفتح مكه يا رجاله. احنا هنفتح ايه؟ مكه. تمام؟ هو الفتح الاعظم. من الدروس المستفاده من صلح الحديبيه اهميه احترام العهود والمواثيق. نقض العهود تعني الحروب. اذا نقضت العهد يا صديقي معنى كده ان انت بتعلن الحرب، ويا ويلك من اعلان الحرب. اصلا عايز اقول لك يا صديقي ان قريش كانت مرعوبه. يا ساتر يا رب، احنا نقضنا العهد. راحت بعتت ابا سفيان علشان يعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله لا ما ينفعش. شوفوا هم راحوا يعتذروا ليه؟ لادراكهم مدى قوه الدوله الاسلاميه. ادراكهم مدى قوه الدوله الاسلاميه، عشان كده راحوا كانوا بيعتذروا يعني. استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب الاقتصاديه قبل فتح مكه. قلت لك لما ارسلنا السرايا لقطع الطريق على تجاره ايه؟ قريش. اراد الرسول اخفاء خبر دخول مكه. عايز اقول لك يا صديقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم حقق عنصر المفاجاه تمام في فتح مكه. وعايز اقول لك هو راح يفتح مكه في سريه تامه. ده بيتشابه مع اولى مراحل الدعوه الاسلاميه، بيتشابه مع الهجره الى يثرب. الهجره ليه؟ يثرب اللي هو السريه والكتمان في السر. احنا يا باشا رحنا هاجرنا من مكه في السر، رحنا نفتح مكه في السر عشان احقق عنصر الايه؟ المفاجاه. سربرايز، يتفاجئوا يا صديقي ان احنا جايين هوب. طبعا نخشها بدون ايه؟ بدون القاء دماء، بدون قتال والكلام ده. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها اهلها استسلموا وما حصلش اي رقاء ايه؟ دماء. اظهر فتح مكه من القيم الاسلاميه وهي العفو عند المقدره والتسامح. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقف كده قال لهم يا معشر قريش ماذا ترون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا خيرا، اخ كريم ابن اخ كريم. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال لهم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. بص ان الرسول عفى عنهم. عفى ايه؟ عنهم. تمام؟ وده طبعا ادى الى دخول الكثير في الاسلام يا صديقي. فدخول اهل مكه في الايه؟ في الاسلام. اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه
الى الناحيه طبعا دي الجنوبيه الشرقيه اللي هي الطائف. يعني بعد ما فتحت مكه رحت فتحت الطائف، ما رحتش للمدينه، لا نزلت على الطائف فتحتها الاول. تعال نتكلم بقى عن الخطر اللي بعد كده. وخلي بالك يا صديقي، عايز اقول لك على حاجه، ان اولى الاخطار اللي تخلص منها الدوله الاسلاميه نهائيا هو قريش. يعني اول خطر انا اتخلصت منه نهائيا قريش. المنافقين هتخلص منها امتى؟ في 10 هجريا يعتبر، لكن قريش اتخلصت منها في 8 هجريا. اليهود ولاد الذين هيفضلوا لسه موجودين وبيشكلوا خطر على الدوله الاسلاميه. تمام؟ خاصة يعتبر في عهد الخلفاء لما هم يبقوا موجودين طبعا في شبه الجزيرة العربية، وهيجي عمر بن الخطاب هو اللي يطردهم من شبه الجزيرة العربية في عهده. تمام؟ فطبعا كانوا لسه موجودين. لكن أول خطر أنا اتخلصت منه نهائيا قريش وأنا مغمض عيني في 8 هجريا. يعني أول صدام عسكري بين الدولة الإسلامية وإحدى الأخطار هيبقى مين؟ المشركين بقيادة قريش. طب اول خطر اتخلصت منه نهائيا برضو قريش. يعني اول صدام واول خطر اتخلصت منه هي قريش. طيب نتكلم بقى عن الروم. تشابه اسلوب الروم مع اسلوب قريش من المسلمين. طبعا هما الاثنين فرضوا الحصار الاقتصادي. الروم عملوا ايه؟ منعوا التجار ان هم يبيعوا سلع للمدينه. مفيش اي تاجر هيروح ايه يبيع سلع في المدينه يا باشا، ممنوع، هعتدي عليه. اي تاجر هيفكر عقله هيوزه ويروح يبيع ويشتري من المدينه هننسف له دماغه، هنحلق له قرع. طبعا اعتدى الروم على معتنقي الاسلام من سكان الشام مثل والي مدينه معان. عايز اقول لك يا صديقي ان ولاة الشام تناقضوا تجاه الدعوه الاسلاميه. يعني في اي عادي الدعوه الاسلاميه زي شرحبيل بن عمرو الغساني، تمام، والحارس بن ابي شمر الغساني، دول هيعادوا الاسلام. تمام. اما في احدى الولاة اللي هيستجيبوا للدعوه الاسلاميه وهيخشوا في الاسلام زي والي ايه معاه. السبب المباشر لغزوه موته هو عدم احترام قوانين الحرب. عدم احترام قوانين ايه الحرب. تمام. وطبعا انت عارف قتل الرسل معناها اعلان الايه الحرب. هما كده ما احترموش الاتصالات الدبلوماسيه. انا بكلمك بالحب، بقت لك مبعوث يدعوك للاسلام، يا تستجيب يا ما تستجابش، انما تقتله لا، يبقى انت كده بتعمل حرب. انت كده ما بتحترمش الاتصالات الدبلوماسيه. تمام. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لك يا باشا احنا لازم نخش معاهم في عركه، فتبدا تحصل غزوه مؤته عشان نفرض هيبه الدوله، نوريهم ان احنا جامدين، نوريهم ان احنا ايه جامدين. مش سهل ان انت تقتل واحد مننا، لا دي كارثه، ده احنا نوريك بقى ونعلمك الادب. ظهر خلال غزوه مؤته اهميه مبدا الشورى. طبعا يا صديقي في غزوه مؤته الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدا يجهز جيش قوامه 3000 ويحط عليه زيد بن حارثه، وقال لك اذا مات زيد يتولى جعفر، واذا مات جعفر يتولى عبد الله بن رواحه. طبعا يا صديقي دي بتدل على وضع الرسول للخطط البديله. حد استشهد بيمسك ايه قائد مكان. حلو. طيب في غزوه مؤته المسلمين رايحين بثلاثه لقوا 200,000. يقول لك يا ساتر يا رب ايه ده، احنا ما كناش متوقعين كل ده، ما كناش ايه متوقعين. فطبعا انا صديقي المسلمين لقوا ان هم عددهم قليل، قاموا اجتمعوا في معان. يقول لك نعمل ايه؟ طبعا يا صديقي هم اجتمعوا ليه؟ لقله عدد جيش المسلمين، احنا قليلين جدا بالنسبه لايه؟ لقوات الروم. قوات الايه؟ الروم. وهنا بيبدا يظهر بقى مبدا الشورى زي ما حصل في سقيفه بني ساعده اللي هيظهر فيها برضو مبدا الشورى، هنتكلم عنها كمان شويه. تمام. يحصل شورى هنا بقى يا صديقي، ها نكلم الرسول يجيب لنا مدد ولا نخش ايه نعارك؟ فطبعا هم هيستجيبوا للراي الثاني ان هم لازم يخشوا يعاركوا او يخشوا في عركه مع الروم، نحارب الروم. نحارب ايه الروم، او يستقروا على الراي الثاني مش الاول. هنعدل دي برضو للتاني. ارسل الرسول غزواته والسرايا. طبعا احنا قلنا لتحقيق اهداف ايه سياسيه واقتصاديه وطبعا دينيه، بس طبعا ايه اكتر حاجه هي سياسيه واقتصاديه، يعني سياسيه واقتصاديه. الدروس المستفاده من تعامل القاده في مواجهه تفوق الروم عدديا في غزوه مؤته: القدره على مواجهه الازمات وحل الايه المشكلات. تمام.
ان احنا ازاي نقدر نواجه الازمه دي. في ازمه 200,000 ضد 3، عايزين نواجه الازمه. علم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين حسن التصرف السليمه في المواقف الصعبه، وزال ذلك خلال مواجهه الروم في غزوه مؤتة. وده ظهر صديقي على قدره خالد بن الوليد اللي قدر صديقي ينسحب بالجيش بدون خسائر. انت متخيل خالد بن الوليد لما مسك قياده الجيش قدر ينسحب بيه بدون اي خسائر؟ الواحد دماغه مش قادره تستوعب والله. خالد بن الوليد يمسك جيش قوامه طبعا هو عدده قل، لان الحرب دي قعدت حوالي 6 ايام قبل ما يمسك طبعا القياده مين؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد مسكها في اليوم السابع، صح؟ فانت واخد طبعا جيش حصل فيه طبعا ان استشهد عدد من المسلمين فقل ضد 200 واحد من الروم، ومع ذلك قدرت تنسحب بدون خسائر. طبعا بسبب خطه الخداع الاستراتيجي او المراوغه الاستراتيجيه، ان انا خدعت الروم خليتهم يفتكروا ان جالنا مدد. تمام؟ فهو طبعا يا صديقي الدرس المستفاد من موقف خالد بن الوليد هو حسن التعامل في المواقف الصعبه، التخطيط الجيد والخداع الاستراتيجي والذكاء العسكري واداره الازمات. كل ده عمله مين؟ خالد بن الوليد. حقق المسلمين من نتائج غزوه مؤتة اثار بعيده المدى. طبعا احنا حققنا اهداف عسكريه اللي هو التعرف على اساليب الروم، تمام، القتاليه. انا عرفت ازاي بيحاربوا وعرفت قوتهم عامله ازاي، تمام، وطبعا سياسيه وطبعا دينيه. التعاون بين اشتراك الغساسنه مع الروم في غزوه مؤتة، طبعا ده تطبيق سياسه التحالفات والتبعيه السياسيه، لان انت عارف ان الغساسنه تبع لمين؟ للروم. اتخاذ قرار مواجهه المسلمين للروم في غزوه مؤتة دون انتظار المدد، هذا القرار تحكم في اصداره الامر الواقع. امر واقع بقى، الروم مش هيدونا فرصه ان احنا نستنى لحد ما يجي لنا المدد، فلازم نحاربهم. عشان كده اتجه المسلمين الى حصن القرق، لحصن القرق، تمام، سوري، اتجهوا الى مؤتة جنوب حصن القرق وتحصنوا في مؤتة يا صديقي. تحصنوا في مؤتة. طيب، اكبر المكاسب التي حققها المسلمين من غزوه مؤتة طبعا هو التعرف على اساليب القتال الروم وبلاد الشام. ده اكبر مكسب، اكثر فائده للمسلمين من غزوه مؤتة ان انت تعرفت على اساليبهم العسكريه. تمام؟ من المكاسب المعنويه بقى، معنويه اللي هو النفسيه يعني. لحقيقه غزوه مؤتة طبعا زعزعت هيبه الروم. وخلي بالك يا صديقي ان الغزوه دي حققت الهدف اللي كان بيسعى ليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعت جيش ليه؟ قوامه 3000 عشان يفرض هيبه الدوله الاسلاميه، وبالفعل الغزوه دي فرضت هيبه الدوله الاسلاميه. يبقى هل الغزوه حققت الهدف اللي كان بيسعى للرسول؟ في فرض هيبه الدوله الاسلاميه. فرض هيبه الدوله الاسلاميه. تعال نتكلم بقى عن الدرس الاول في الوحده الثانيه. بص يا معلم، خليها بقى اول التحدي. يعني اول التحدي اللي واجه المسلمين بعد وفاه الرسول هو اختيار حاكم، ارساء قواعد الحكم. تمام؟ لان طبعا بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدا هنا الانصار يقول لك احنا لازم نشوف حد يتولى الحكم بسرعه. ليه؟ للحفاظ على وحده الدوله الاسلاميه. الحفاظ على وحده الدوله الاسلاميه، يعني هم كانوا خايفين من تفكك الدوله وانهيارها، عشان كده كانوا بيقول لك احنا عايزين بسرعه يبقى في حاكم يحكم المسلمين بسرعه. طيب، اولى المخاطر بقى او اكثر المخاطر اللي هددت كيان الدوله الاسلاميه بعد وفاه الرسول حركه المرتدين. وده طبعا يا صديقي بعد تولي ابو بكر الصديق. طيب، الانصار هم اول من اجتمعوا في سقيفه بني ساعده. حلو؟ وهتظهر في بدايه اجتماع السقيفه، تمام، العصبيه القبليه. يبقى اتسم اجتماع سقيفه بني سعد في بدايتها بالعصبيه القبليه. ليه؟ لان الانصار لما يجتمعوا يقعدوا يقول لك يا باشا احنا نختار واحد مننا، واحد من زعمائنا، واحد من اهل المدينه هو اللي يحكم، اللي هو سعد بن عباده. تمام؟ وده زعيم من احدى زعماء الخزرج، فانا اخترته لاسباب اجتماعيه، وده بيدل على النزعه القبليه، ودي سمه من احدى سمات الجاهليه.
من اهم علامات الشورى والديمقراطيه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت في خلال سقيفه بني ساعده، لان طبعا هيحصل تشاور بين المهاجرين والانصار، تمام، ويتفقوا في الاخر ان اللي يمسك قياده المسلمين هو ابو بكر الصديق اللي هو اول خليفه، اولى الخلفاء الراشدين. من اهم نتائج حروب الرده التي لعبت دورا في اعاده توازن للموقف الاسلامي، خلي دلوقتي بس حروب الرده، اختيار المسلمين لابي بكر في سقيفه بني ساعده قائم على، طبعا دي اظهرت لي مبدا الديمقراطيه والتشاور والاقتناع والكفاءه على اختيار مصلحه المسلمين وليس على اساس راي الايه الاغلبيه. يعني انت عارف طبعا يعني هم ملهاش علاقه بالاغلبيه وكده، هم خلاص كلهم اتفقوا ان ابو بكر. ليه ابو بكر؟ لان ابو بكر صديقي اول من امن من الرجال، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، صح؟ وغير كمان صديقي ان ابو بكر ضحى بماله بكل شيء من اجل نصره الدين الايه الاسلامي. فطبعا يا صديقي عشان كده وقع الاختيار على ابو بكر. وما كان يعني يهم المسلمين زي الانصار والمهاجرين اللي اجتمعوا في السقيفه هي المصلحه العامه. المصلحه مش كل واحد بيبص لنفسه يقول لك يا باشا لا احنا لازم احنا اللي نحكم، مش لازم، لا مفيش الكلام ده. مفيش ايه الكلام ده، هم بيشوفوا ايه في مصلحه المسلمين ويعملوه. يبقى تراجع الانصار عن اختيارهم واختاروا ابو بكر بيدل على اعلاء المصلحه العامه. اعلاء المصلحه. طبعا من الدروس المستفاده من اجتماع سقيفه بني ساعده بمثابه جمعيات تاسيسيه، وكانت اهم نتائج مشاركه جميع طوائف الشعب وتحديد مصير الامه. يعني انت عارف ان سقيفه بني ساعده هينتج عنها قيام نظام سياسي اللي هو نظام الايه؟ نظام الخلافه، صح؟ وطبعا يحصل البيعه العامه ان الناس كلها تتفق ان ابو بكر يبقى هو الخليفه، ابو بكر هو يبقى الحاكم، تمام؟ فهنا يحصل تحديد ومصير الامه. بس عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه قوي. ايه؟ طبعا لسه قايل لك اهو ان تراجع الانصار بيدل على الحرص على المصلحه الام. وخلي بالك تراجع الانصار، تمام، وان الانصار والمهاجرين الاثنين يتفقوا ما يحصلش بينهم خلافات، في اختيار الحاكم. الاثنين هيتفقوا ان الحاكم يبقى ابو بكر الصديق. ده بيدل على نجاح الرسول في نبذ العصبيه القبليه، في المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انت عارف ان هو اخى بين المهاجرين والانصار، ودي قضت على العصبيه القبليه. ما الانصار ما جاش قال لك لا يا عم احنا هيحكم واحد مننا هو اللي هيحكم المدينه، احنا اهل المدينه اصلا، احنا اصحاب البلد. هل عملوا كده؟ لا، هم شافوا ايه اللي في مصلحه المسلمين وعملوه. وفي مصلحه المسلمين ان اللي يمسك صديقي هو ابو بكر الصديق. اظهرت البيعه العامه في عهد ابو بكر الصديق في المسجد اسس الحكم. طبعا انت عارف ان ابو بكر الصديق راح المسجد عشان الناس كلها تبايعه، اللي هي البيعه العامه، العامه، تمام؟ طبعا يا صديقي كده رسميا ابو بكر بقى هو الحاكم. يبقى ابو بكر خد الصفه الرسميه، الصفه الشرعيه، انه يكون خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البيعه العامه. مش تقولي بعد البيعه الخاصه السبيشال، بعد البيعه العامه، لان هنا المسلمين كلهم اجمعوا ان الخليفه هو ابو بكر الصديق. فانت كده رسميا بقيت انت الحاكم. وطبعا هو صديقي في الخطبه بعد البيعه العامه دي بتورينا اسس الحكم في عهد ابي بكر الصديق. اكدت نتائج اجتماع السقيفه في البدايه تتماشى مع مبدا احدى نصوص صحيفه المدينه، وهي طبعا اجتماع السقيفه ده صديقي اجتماع حافظ لي على وحده المجتمع، او حافظ على كيان الدوله الاسلاميه. لان اجتماع السقيفه ما حصلش فيه خلاف، تمام؟ لا، ده الاجتماع بين لي ان المسلمين امه واحده، واحده، مفيش حاجه اسمها عصبيه قبليه، تمام؟ هي ظهرت في البدايه بس العصبيه القبليه، بس بعد كده قال لك يا باشا لا، اهم حاجه اللي في مصلحه المسلمين نعمله. قال ابو بكر الصديق في خطبه البيعه: ايها الناس، فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. يهدف من ذلك الى ايه؟ ان هو بيقبل النصيحه عادي، لان العلاقه بين الحاكم والمحكوم قايمه على النصح والارشاد، تمام؟ غير ان هو ارسى قيمه التواضع، لانه بيقول لك ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم.
ده كده ما هو متواضع، بيقول لك انا مش احسن حد فيكم، انا عادي، فكده انا بتواضع اهو. وارساء مبدا الرقابه الشعبيه، او هو بيقول لهم ان احسنت فاعلوني وان اسات فقوموني، يعني انتوا كده بتراقبوني، انا ماشي كويس تساعدوني، طب انا مشيت غلط لا تعدلوني، قوموني ده يعني اعدلني في الطريق الصح. وان الامه هي مصدر السلطات، لان كده انت الشعب اكنه هو اللي بيحكم، بتعمل كويس هنبقى معاك هنساعدك، ما بتعملش كويس لا هنخليك تعمل كويس غصب عنك، فلان الامه هي مصدر السلطات. قال ابو بكر الصديق في خطبه البيعه: فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم، اطيعوني ما اطعت الله ورسوله. تعبر العباره السابقه على طاعه الحاكم، طبعا طاعه الحاكم هنا هتبقى مشروطه، طول ما انا بطيع الله ورسوله اطيعوني، لكن لو عصيته لا محدش يطيعني، يبقى الطاعه هنا مشروطه بشرط ان انت تطيع ربنا والرسول. وده اللي على تمسك سيدنا ابو بكر بطاعه الله ورسوله. وطبعا هنا ابو بكر الصديق بيعتمد في حكمه على القران والسنه. قال سيدنا ابو بكر الصديق اثناء خطبه البيعه: ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعلوني وان اسات فقوموني، الصدق امانه والكذب خيانه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اريح علي حقه ان شاء الله، والقوي فيكم ضعيفا عندي حتى اخذ الحق منه ان شاء الله. طبعا يا صديقي قلنا التواضع اهو، ان مش احسن واحد فيكم التواضع، نصره المظلوم، اللي هو بيقول لهم ايه؟ الضعيف فيكم قوي عندي. يعني لو واحد مثلا بيفتري على حد، لا الحد ده انا هجيب له حقه، ده صديقي بيدل على نصرة المظلوم، وده بيتشابه مع حلف الفضول وبيتشابه مع صحيفة المدينة. يبقى اهو صحيفة المدينة وحلف الفضول وخطبة البيعة العامة، الثلاثة ظهر فيهم يا صديقي نصرة المظلوم. حركة الردة، محاربة أبو بكر الصديق المرتدين أظهر أهم صفات الحاكم، وهي طبعا هنا أبو بكر الصديق لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. عارف أنت صديقي زيك مثلا كده لسه بتاخد خطوه في اي حاجه، فتلاقي بقى في كميه مشاكل وصعوبات، علشان تقدر تتعدى هذه الصعوبات تقعد بقى كده تقعد تعمل يا جدعان ده لسه بقول بسم، يعني لسه مثلا هتجوز، مثلا هخش هتجوز اهو، هبدا مرحله جديده، فتلاقي بيقول لك ايه الذهب غلي مش عارف ايه يا جدعان ده، يعني لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. فانا طبعا ابو بكر الصديق لسه بيقعد هو يا جدعان الحاج، هوب يلاقي ناس فيه ارتدت عن ايه؟ عن الاسلام. وخلي بالك هنا الارتداد هو ارتداد معنوي، يعني معنوي بمعنى صح كده ان هم صديقي مسلمين بيصلوا وبيصوموا عادي جدا، بس في ناس مش هتدفع الزكاه اللي هم خالفوا اركان الاسلام، في ناس بتدعي النبوه عشان طبعا عايزه الزعامه، هدفها هنا السياسي، تمام؟ فهم دول المرتدين. حركة الردة ارتبطت بجوانب اجتماعية مثل التنافس على الزعامة، أو ممكن أقول سياسية. يعني من الأسباب السياسية لظهور حركة الردة إن في تنافس على صديقي، في تنافس على الزعامة. من الأسباب الدينية طبعا الارتباط برسول الله، وطبعا هنا هم مرتبطين بالرسول لدرجة إن هم امتنعوا عن الزكاة أول لما الرسول مات. خلي بالك ده السبب الرئيسي لظهور حركة الردة، إن الرسول توفى. لما الرسول توفى صديقي ظهرت حركة الردة. حلو؟ والعامل المشترك بين المرتدين هو الموقع الجغرافي بالنسبه للمدينه. يعني هتلاحظ ان حركه الرده انتشرت في شبه الجزيره العربيه في الاماكن البعيده عن المدينه، اما الاماكن القريبه من المدينه زي مكه والطائف لا ما ظهرتش فيها حركه الايه؟ الرده. من الاسباب الاقتصاديه ان انت عايز تهرب من تكاليف الاسلام وتهرب من ان انت تدفع الزكاه. السبب الجوهري في انتشار حركه الرده في معظم بقاع شبه الجزيره العربيه والبعد عن عاصمة الدولة، تمام؟ او عدم تمكن الاسلام من ايه؟ من قلوبهم، ان الاسلام ما تمكنش من قلوبهم، ده السبب في انتشار حركة الردة، تمام؟ وما فهموش نصوص القرآن يا صديقي. انتشرت حركة الردة في شبه الجزيرة العربية ما عدا الاجزاء القريبة، طبعا يا صديقي هي انتشرت في شبه الجزيرة العربية حتة الوحيدة بس اللي سلمت من حركة الردة، ما ظهرش فيها حركة الردة الحمد لله، كانت محصنة، هي ساحل البحر الايه؟ الاحمر، اللي هي المنطقه الغربيه اللي هي مدن الحجاز اللي هي مكه ويثرب والطائف، هي دي الحته الوحيده اللي ما ظهرش فيها ايه؟ حركه الرده، تمام؟ وعلى خلي بالك يا صديقي ان اخطر المرتدين كان مسيلمه الكذاب. مسيلمه ايه الكذاب؟ اللي قاعد يقول لك الفيل وما ادراك ما الفيل خرطومه طويل وذيله قصير، كذاب ابن كذابه، تمام؟ وخلي بالك يا صديقي طبعا عشان هو بيدعي النبوه، فتلاقي القبيله بتاعته تقول لك ايوه احنا عايزين واحد من قبيلتنا
هو اللي يبقى الزعيم. هم رافضين الزعامه تبقى في قريش يا صديقي. كل قبيله بقت عايزه تبقى هي الايه؟ اللي في ايدها الزعامه. هم رافضين الزعامه تبقى في ايه؟ في قبيله قريش. تمام؟ وده بيظهر يا صديقي التأثير للعصبيه القبليه على ظهور حركه الردة. عشان كده بقول لك اول لما مسك ابو بكر ظهرت حركه سياسيه بتعتمد على العصبيات القبليه. العصبيات القبليه على طول. هذه اخرة العصبيه القبليه. يقول ابن خلدون ان الدوله قويه كلما اقتربنا من المركز العاصمه وتضعف كلما ابتعدنا عن المركز. يمكن ان ندرك هذه النظريه من خلال طبعا ده انتشار حركه الايه؟ الردة. لان فعلا حركه الردة انتشرت في الاماكن البعيده عن المركز اللي هي المدينه. لكن طبعا المدينه والمناطق القريبه منها زي مكه وزي يثرب، زي مكه والطائف، المناطق دي ما انتشرش فيها ايه؟ ما ظهرش فيها مرتدين يعني. أشار بعض الصحابة على أبي بكر الصديق بأن يترك المرتدين ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم وبعد ذلك سيسكون. في دول عبارة أراد بعض الصحابة طبعا هنا علاج مشكلة المرتدين من الناحية النفسية. سيبهم يا عم لحد ما الإيمان يتمكن قلوبهم وهم يدفعوا الزكاة. عارف ليه عمر قال كده؟ عمر قال يا عم سيبك من الأخطار الداخلية دي، سيبهم هم مع الوقت الإيمان هيتمكن قلوبهم ويرجعوا يطبقوا الخمس اركان بتوع الاسلام، ان هم طبعا يدفعوا الزكاه. تمام؟ خلينا نتفرغ للخطر الخارجي اللي هو خطر الروم، لان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يموت اللي كان بيهدد حدود الدوله الاسلاميه هم الروم. فهنا موقف عمر بن الخطاب بيدل على تعدد الاخطار الداخليه والخارجيه. في اخطار داخليه زي المرتدين وخارجيه زي الايه؟ الروم. خلف ابو بكر الصديق مبدا الشورى اثناء حروب الرده. احنا يا باشا هو طبعا هو قعد وتشاور مع الصحابه ولكن لم يؤخذ بايه؟ بمشورتهم. يعني ما خدش بمشوره مين؟ عمر بن الخطاب. ليه؟ قال لك علشان احقق اهداف سياسيه وهو تحقيق الاستقرار للدوله الاسلاميه. انا لو ما حاربتش المرتدين الدوله هتبدا ايه؟ تتفكك وتنهار وهتنتشر حركه الرده بشكل اكتر. تمام؟ فلا يا باشا احنا لازم ندعي على المرتدين دي علشان نحافظ على استقرار الدوله الاسلاميه. بقينا هدفه انا عايز احقق اهداف سياسيه، ان احقق الاستقرار للدوله الاسلاميه. عشان لما احقق الاستقرار للدوله الاسلاميه هبدا بقى انفذ وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الاسلام خارج شبه جزيره عربيه. يبقى صمم على قتال المرتدين. وهنا موقف ابو بكر صديقي كان حازم، لانه اتخذ قرار قتال الايه؟ المرتدين. احنا هنحارب المرتدين. طبعا غير يا صديقي ان ابو بكر الصديق هيرسل جيش اسامه بن زيد. يعني في ناس هتقول له يا ابو بكر مش لازم نبعت الجيش دلوقتي، احنا لسه في عندنا مشكله داخليه فمش عايزين نبعت الجيش اللي جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا ابو بكر الصديق هيوفي بالعهد وهيبعت الجيش ده برئاسه اسامه بن زيد. ده اول اصلا ما مسك هيبعت الجيش ده على طول. يوجد في العلوم العسكريه مصطلح غرفه اداره العمليات، وهو يطلق على المكان الآمن الذي يتولى إدارة الحرب. طبعا ده صديقي منطقة ذي القصة. طبعا هنا صديقي أبو بكر الصديق هيبدأ إن هو يجهز جيش ويقسمه ل 11 لواء عشان يتوزعوا على أجزاء شبه الجزيرة العربية، وده بسبب اتساع حركة الردة. أنا قسمت الجيش ل 11 لأن حركة الردة كانت متسعة ومنتشرة في شبه الجزيرة العربية. تمام؟ من اهم نتائج حروب الردة التي تصنف تحت بند التوسعات. ايه ده يا مستر هو احنا هننتصر على المرتدين؟ هننتصر على ايه؟ المرتدين. وده بيدل على نجاح ابو بكر في ادارة الازمات. اول لما قعدت على الكرسي في ازمة، ايه هي؟ ظهور حركة الايه؟ الردة. طب انا قدرت اتغلب على الازمة دي؟ طبعا قدرت اتغلب على الازمة دي. تمام؟ وطبعا لما مسكت قيادة الجيوش لخالد بن الوليد. اشمعنى خالد بن الوليد؟ لان خالد بن الوليد صديقي عنده ذكاء عسكري في وضع الخطط البديله. الراجل ده مرعب يا صديقي، وده ظهر في غزوه مؤتة. فدوره في غزوه مؤتة وذكائه العسكري خلته يختار خالد بن الوليد فقدر ينتصر على المرتدين. من نتائج حروب الرده بقى انها تبدا تنطلق الجيوش لنشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه. طب من اهم نتائج حروب الرده التي تصنف تحت بند القدره على مواجهه الازمات. طبعا ده بيدل على اظهار قدره ابو بكر الصديق في قياده الدوله. الراجل اول لما مسك قدر يحل اول مشكله.
من اهم نتائج حروب الردة التي تصنف تحت بند ان المسلمين امة واحدة دون عن الناس. طبعا ده صديقي لما تعيد وحدة القبائل العربية. خلي بالك احنا قعدنا توحيد القبائل تحت راية الاسلام للمرة الثانية. يعني المرة الاولى تم توحيد القبائل، ده كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني مرة هتتوحد القبائل تحت راية الاسلام لما ننتصر على المرتدين. يبقى ده بعد الانتصار على مين؟ على المرتدين. طبعا انا قلت لك اختيار خالد بن الوليد بيرجع صديقي لدوره في غزوة ايه؟ مؤتة. قال الخليفة أبو بكر الصديق: أترضون بما استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا القرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر، فاسمعوا له وأطيعوا، فإني والله ما أؤتمن جهد الرأي، يعني باخد رأيكم، يعني مش عارف الكلمة دي. فرد الناس: سمعنا وأطعنا. ده بيدل طبعا ان هو هنا بيطبق مبدأ المشورة، ان هو بياخد برأيهم ان هو يمسك عمر، وهو شايف ان عمر طبعا ايه انسب واحد ان هو يتولى الخلافة الإسلامية. أذن صديقي وبعد كده نكمل. ممكن تشرب كده يا صديقي لحد ما ايه نظبط دنيتك، عقبال بس اما اخلص ماشي. طيب، بعد القضاء على المرتدين انطلقت الجيوش. قلنا طبعا يا صديقي انت لما تقضي على المرتدين هتبدا ان انت تنفذ وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو تنشر الاسلام، وهتبدا الفتوحات. اول فتوحات او اول انتصار للفاتحين هيبقى في العراق، لما خالد بن الوليد صديقي يفتح اكتر من نصف العراق، تمام؟ طبعا دون اجبار احد ان هو يخش في الاسلام. فطبعا اول انتصارات هتعملها في شمال شرق الجزيره العربيه اللي هو العراق. فلسفة الفتح الإسلامي تقوم على أساس حاجة الشعوب إلى نقل الأمم طبعا للإسلام وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله. دي فلسفتنا. احنا مش هدفنا إن احنا نخضع الشعوب أو نستنزف طاقتهم أو ننهبهم، لا، احنا كل هدفنا صديقي هو نشر الدين الإسلامي، نشر العقيدة الإسلامية. انتشار الإسلام في بعض المناطق دون إرساء الجيش، طبعا دي أسباب بتتعلق بقيم الإسلام السامحة، طبعا عن طريق التجارة. الدعاء دي طريقة التجارة، يعني دي المفروض الترم الثاني. يعني لا تقربوا رهبانا تفرغوا للعبادة في الصوامع. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تقربش من راهب بيتفرغ للعبادة في الصوامع. ده بيدل عليه حرية العقيدة، حرية العقيدة وتحقيق مبدأ صحيفة المدينة. طبعا لأن في صحيفة المدينة كان بيقول لك حرية الاعتقاد. لا تهدموا بيتا أو معبدا تتفق مع عامة الحفاظ على المؤسسات الدينية، وإن احنا ما بنخربش، تمام؟ وتتفق مع موقف عمر بن الخطاب من كنيسة القيامة لما رفض عمر بن الخطاب ان هو يصلي في الكنيسة. قال لك حتى لا يأتي المسلمين بعدي ويقولون هنا قد صلى عمر، فيبنوا مسجد يعني، او يتخذونها مصلى يعني. وصاية لا تحرقوا زرعا
تتفق مع اهميه طبعا دي الحفاظ على الموارد، وان احنا صديقي مش بنخرب، مش بنخرب. تمام؟ فاحنا لا بنهدم ولا بنحرق، فاحنا كده بنبتعد عن التخريب. لا تقتلوا طفلا او شيخا او امراه، تتفق مع تطبيق حقوق الانسان. وخلي بالك برضو لا تغيروا عليهم ليلا، تتفق مع تطبيق مبادئ حقوق الانسان، ان انت ما تخوفش النساء والاطفال. تمام؟ احنا ما بنغدرش يا صديقي علشان نغير في الليل، نهجم في الليل. ليه نهجم في الليل؟ ما نهجم في النهار يا عم. نهجم في الليل ليه؟ نخوف الناس ليه؟ فاحنا كده بنحترم حقوق الانسان. ولا تغير عليهم اهو، ان انا كده بحترم حقوقك، ان انا بحقق الامن والامان وتحقيق مبدا القانون الدولي الاسلامي اللي هو حقوق الانسان. ان انا بحترم حقوق الانسان. غرس الرسول في نفوس المسلمين انه لا فضل العربي على عجمي الا بالتقوى. هنا صديقي الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقضي على التفرقه العنصريه. مفيش حاجه اسمها انا عربي وانا مش عارف فارسي، ولا مفيش الكلام ده. المسلمين امه واحده. المسلمين امه واحده. تمام؟ وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيطبق لو تفتكر بند صحيفه المدينه لما قال لك ان المسلمين امه واحده. أو المسلمين أمة واحدة. الإسلام لم ينشر بحد السيف، تتفق هذه العبارة مع مبادئ الفتح، مع نصوص صحيفة المدينة في حرية الاعتقاد وسلوكيات الإنسان المسلم، وإن القتال مش من أولوياتنا. إحنا دايما يا صديقي بندي عرضين قبل القتال، آخر حاجة بنلجأ لها القتال. أقول لك يا باشا الإسلام مش عاجبك الإسلام تدفع جزية. ما دفعتش جزية بقى أنت بتضطرني إن أنا أخش معاك في عركة. تمام؟ اهم الدروس المستفاده من الفتوحات الاسلاميه ان انت تحافظ على الموارد، حريه التعبير، تحقيق السلم الاجتماعي. تمام؟ كل دي من الدروس المستفاده من الفتوحات الاسلاميه. تعال نتكلم بقى عن اخر درس صديقي، والفتوحات الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين. مبدئيا كده صديقي، عصر الخلفاء الراشدين يعتبر هو من اهم العصور بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان في عصر الخلفاء الراشدين هتتحدد فيه ملامح الدوله الاسلاميه وظهر الموروث السياسي. بمعنى صح، هنا في عهد الخلفاء الراشدين انت بتعرف السيستم اللي هيمشي عليه المسلمين. في عهد الخلفاء الراشدين انت بتعرف نظام اسمه نظام الخلافه الاسلاميه. تمام؟ ولاحظ توقفت حركه الفتوحات. بص يا معلم، انت عندك في 4 خلفاء راشدين. عندك ابو بكر هيبدا فتوحات، عمر بن الخطاب هيكمل، وعثمان. لكن الفتوحات هتتوقف في عهد علي بسبب الفتن والانقسامات، بسبب الصراعات السياسيه. وخلي بالك يا صديقي، توقف الفتوحات في عهد علي بن ابي طالب بيتشابه مع احوال يثرب قبل الهجره، يعني قبل هجره الرسول او قبل الاسلام. لو تفتكر ان يثرب ما كانتش مستقره بسبب الفتن والانقسامات اللي عاملها اليهود. هنا برضو صديقي توقفت الفتوحات في عهد علي بسبب الفتن والانقسامات. يبقى هنا بيظهر تأثير الفتن والانقسامات على الفتوحات وعلى أوضاع يثرب قبل الإسلام. تعال نتكلم عن فتح العراق الأول. طيب، أولى المعارك في عهد أبي بكر الصديق كانت في الجهة الشمالية الشرقية، ودي أولى انتصارات الفاتحين. أولى انتصارات الفاتحين. وهيقدر يا صديقي خالد بن الوليد إن هو يفتح مملكة العراق. فضمينا او فتحنا الجزء الجنوبي من الكوفه، يعني فتحنا جزء العراق اول مره في عهد ابو بكر الصديق. في عهد ابو بكر الصديق. تمام؟ واهم المعارك في الجبهه الشرقيه والشماليه الشرقيه في شبه الجزيره العربيه في عهد الخلفاء الراشدين، طبعا ذات السلاسل والحيره والبويب والقادسيه والمدائن، ودي في العراق. كل المعارك دي كانت في العراق. لكن نهاوند صديقي هتبقى في قلب الدولة الفارسية. دي في قلب الدولة الفارسية. طب انت تفتح العراق على مرحلتين. المرحلة الأولى في عهد أبي بكر الصديق. تمام؟ والقائد كان خالد بن الوليد. حلوة مستر. طب المرحلة الثانية في عهد عمر بن الخطاب. عشان كده بقول لك يا صديقي، دخلت العراق بأكملها داخل الحدود الإسلامية أو حدود الدولة الإسلامية في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. لأن اللي فتح العراق هيبقى سعد بن ابي وقاص في عهد عمر بن الخطاب. ودي الموجه الثانيه. يعني ممكن اقول ان سعد بن ابي وقاص مستر هو اللي انهى نفوذ
الفرس في العراق. هو اللي انهى نفوذ الفرس في الايه؟ في العراق، هو اللي هيبقلش الفرس ويطردهم من العراق. انتقلت الحدود بين المسلمين والفرس بعد معركة القادسية. الحدود بين المسلمين والفرس هتبقى حدود طبيعية، لأن الحدود بيننا وبينهم هتبقى ايه؟ جبال زاجرس. يعني انا اهو ادي الدولة الإسلامية وادي الدولة الفارسية، اللي بيننا وبينهم ايه؟ جبال زاجرس. وهنا لما يكون اللي بين الدولة الإسلامية والدولة الفارسية جبال، معنى كده ان الحدود أصبحت حدود طبيعية بين الدولتين. مقولة علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. دي بتظهر قيمة يا صديقي؟ تظهر قيمة الأمانة. طول ما أنت أمين، أنت عفيف أمين، فالرعية هتبقى أمينة. لكن لو أنت طماع وجشع، الرعية هتبقى إيه؟ جشع، اللي هو الشعب، يعني الشعب بتاعك اللي أنت بتحكمه هيبقى جشع. فأنت عشان أمين فرعيتك إيه؟ أمينة. تمام؟ وده بيدل على الحفاظ على المال العام، لأن هنا صديقي سعد بن أبي وقاص ما ضربش الغنائم في جيبه، بالعكس ده بعتها لعمر بن الخطاب. أظهر نتائج معركة المدائن قيمة، وهي طبعا الأمانة والحفاظ على أموال الرعية والوفاء بالإيه؟ بالعهد. الوفاء بالعهد ده اللي هيطبقه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما طبعا يبعت صوار كسرى الفرس، تمام، لمين؟ لسراقة بن مالك، لأن كان الرسول تعهد لسراقة بأنه هياخد إيه؟ كسرى، سوري، هياخد صوار كسرى الفرس. تمام؟ فطبعا عمر بن الخطاب وفى بالعهد. اول المعارك في المواجهه بين المسلمين والفرس في عهد عمر هيبقى القادسيه، اللي بين المسلمين وبين سعد بن ابي وقاص. تمام؟ صار عمر بن الخطاب على النهج وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اعطى تاج كسرى لسراقه، اللي هو اعرابي من بني مدلج. فطبعا يا صديقي هنا عمر بن الخطاب بيطبق هنا ايه؟ الوفاء بالايه؟ بالعهد. تمام؟ امر سيدنا عمر بن الخطاب بفتح بلاد فارس باكملها. تعالى بقى يا صديقي، دلوقتي عمر بن الخطاب لما فتح العراق بعد معركه القادسيه ثم معركه ايه؟ المدائن. خلي بالك ان معركه المدائن هي اللي هتنهي السيطره السياسيه للفرس في العراق. بعد معركه المدائن دي اصلا تبقى عاصمه مين؟ عاصمه الفرس. المدائن هي عاصمه ايه؟ الفرس، واللي دخلها سعد بن ايه؟ ابن ابي وقاص. فطبعا لما دخلها ونزل القصر الابيض وصلى فيه، فده معناه ان بتنتهي سيطره الفرس في العراق، تمام، بعد فتح المدائن. حتى بيقول لك ايه؟ اذا توقف القلب انهار الجسد. هو مين القلب هنا يا صديقي؟ المدائن اللي هي العاصمه. تمام؟ طبق الفرس في معركه ناوند. طبعا يا صديقي عايز اقول لك على حاجه مبدئيا كده، انت لما سيطرت على العراق، العراق دي كانت تابعه لمين؟ للفرس. مين؟ ملك الفرس. قال لي ملك الفرس واحد اسمه يزدجرد. عمنا يزدجرد ده يقول لك ايه؟ بقى ياخدوا مني العراق وربنا ما انا ساكت لهم. فهنا يا صديقي الفرس بداوا ان هم يهجموا على المسلمين في العراق. فانت عايز تامن فتوحاتك، عايز تامن حدودك الايه؟ الشرقيه. فهنا عمر بن الخطاب يقول لك بس احنا لازم نفتح الدولة الفارسية. لازم نفتح الدولة ايه؟ الفارسية. ليه؟ عشان أأمن فتوحاتي في العراق، عشان أأمن حدودي الشرقية. ما دي حدود شرقية. لأن الفرس عايزين يستردوا حدودهم الغربية اللي هي العراق. يعني هم عايزين يستردوا حدودهم الغربية، واحنا عايزين نأمن حدودنا الشرقية، لأن العراق بالنسبة لنا في الشرق. تمام؟ بلاد فارس بالنسبة لنا في الشرق. حلو؟ لكن بلاد فارس العراق بالنسبه لها فين؟ في الغرب. فهم عايزين يسترجعوا العراق، يعني عايزين يستردوا حدودهم الغربيه. عشان كده دي كانت من اسباب يا صديقي قيام معركه ايه؟ نهاوند. هنا يا صديقي هيطبق مبدا الحشد. في هذه المعركه هو هرقل اللي هو التعبئه العسكريه، وخلي بالك ده بيتشابه مع اليرموك. سوري يا صديقي. معركه نهاوند اللي هيطبق مبدا الحشد هو يزدجرد الثالث. هيكلم طبعا انصاره عشان يعمل جيش ضخم. تمام؟ وده عمله برضه هرقل صديقي في معركه اليرموك. استخدم اسلوب الحشد. يبقى هرقل ويزدجرد بيتشابهوا مع بعض في ان هم صديقي استخدموا اسلوب الحشد لمواجهه المسلمين.
من عند المعركتين دول هم احنا قابلنا فيهم جيش ضخم يا صديقي، جيش ضخم مرعب. اختيار القاده في نهاوند قام على اساس طبعا الكفاءه والخبره، لان انا اخترت النعمان ابن مقرن، لان النعمان عنده القدره على مواجهه الحشود، ولكن يا صديقي هيستشهد في هذه المعركه للاسف. يعني من المناطق التي فتحها المسلمين في بلاد فارس على مرتين. في بلاد فارس هيبقى اقليم خراسان، لان في مناطق هيفتحها عمر بن الخطاب، تمام، بس هيجي عثمان بن عفان هيفتحها تاني. هيفتحها ايه؟ تاني زي خراسان. وبعد فتح خراسان يا صديقي بيتم قتل يزدجرد الثالث. استنى بقى، شفت نهاوند دي اللي هي فتح الفتوح؟ انا عايز اقول لك ان المعركه دي تعتبر هي بدايه النهايه للدوله الفارسيه. ليه؟ المعركه دي يا صديقي لما ننتصر فيها بلاد الفرس هتبدا تفتح ابوابها للجنود المسلمين. الجنود المسلمين هيخشوا بقى بلاد فارس ويسيطروا على مدن ايه؟ كتير جدا بعد المعركه. عشان كده بقول ان هي بدايه النهايه، بس هي مش نهايه الدوله الفارسيه يا مستر. يعني بعد معركه نهاوند ما انتهتش الدوله الفارسيه، ما انتهتش الامبراطوريه الفارسيه. ليه؟ لان راس السلطه الحاكمه كان لسه حي، اللي هو يزدجرد الثالث، متبت في الدنيا ابن اللذين، مش عايز يموت. بس هيموت امتى بقى؟ في عهد عثمان بن عفان. فاللي انهى على الدوله الفارسيه خلاص كده ما بقاش في حاجه اسمها الدوله الفارسيه، بقى عندي قوتين، قوه الدوله الاسلاميه وقوه الروم، هيبقى في عهد عثمان بن عفان، لان هو اللي هينهي على الدوله الفارسيه. هيتم قتل يزدجرد الثالث في 31 هجريه. تمام؟ قال لي ده كلام جميل يا مستر. تمام؟ فدي بالنسبه لي بدايه النهايه، معركه نهاوند. ومعركه نهاوند دي تعتبر هي اخر المعارك الكبرى اللي قامت ما بين المسلمين والفرس، وده في عهد عمر بن الخطاب. المعركه دي قامت في عهد عمر بن الخطاب. فخلي بالك، اكتر واحد عمل توسعات واهان الفرس حرفيا هو عمر بن الخطاب. يعني عمل توسعات في الدوله الفارسيه عمر بن الخطاب. تمام؟ لكن اللي انهى على الدوله الفارسيه نهائيا عثمان بن عفان. طيب أو قتل يزدجرد الثالث ملك الفرس في عهد عثمان بن عفان، فانتهت الدولة الفارسية وأصبح هناك قوتين بس، قوة المسلمين كقوة عظمى يعني، وقوة الروم. خلاص للدولة الفارسية باي باي بح. القادة الذين حاربوا الروم بالترتيب الزمني، طبعا أول قائد هو زيد بن حارثة، ثاني قائد هو جعفر بن أبي طالب، ثالث قائد عبد الله بن رواحة، رابع قائد هو خالد بن الوليد، وده يعتبر آخر القادة الذين واجهوا الروم في عهد النبي. قولوا خالد بن الوليد، يعني اخر قائد واجه الروم في عهد الرسول خالد بن الوليد. تمام؟ بعد كده اسامه بن زيد، واسامه بن زيد يعتبر ده اول قائد هيبعته ابو بكر الصديق لمواجهه الروم. مش كان الرسول مجهز جيش بقياده اسامه بن زيد ووداه لفين؟ وداه للشام. فده يعتبر اول قائد هيرسله ابو بكر لمواجهه مين؟ الروم، هو اسامه بن زيد. اسامه بن زيد. تمام؟ قال لي كلام جميل، بس احنا عرفنا اهو ان اخر قائد هو خالد بن الوليد. خلي بالك يا صديقي ان اول واحد واجه قبيلة الازد هو الرسول. قبيلة الازد دي اللي هي مين؟ اللي هي مصر الغساسنة. فاول من قام بمواجهة، بعدين بقى في الشاحن ده بس ريحنا خالص، بس كده قربنا نخلص. فاول من قام بمواجهه قبيله الازد صديقي الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي اول واحد واجه الروم وحلفائهم اللي هم الغساسنه. طبعا اللي عمل الغساسنه قبيله الازد. قال ابو بكر الصديق في خطبه البيعه: ايها الناس، انما انا متبع ولست بمبتدع، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. طيب هنا صديقي اللي بيقول ابو بكر الصديق ده ان هو طبعا بيتبع وبينفذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لما ارسل الجيوش الاسلاميه الى بلاد الشام بقياده اسامه بن زيد، او انا متبع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجهز جيش وعايز يوديه للشام، فانا لما مسكت نفذت وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وده بيدل على الوفاء بالعهد. سبب اختيار خالد بن الوليد لمعركه اليرموك يرتبط به كفاءته في مؤتة، انتصاره على المرتدين. تمام؟ فده خلينا نختار خالد بن الوليد في معركه اليرموك.
قال الصديق رضي الله عنه مقالته المشهوره: والله لجعلنا النصارى عن وسواس الشيطان بخالد بن الوليد. انا بقى هوريكم، طبعا النصارى دول اللي هم الروم، هوريكم مين خالد بن الوليد هينفخكم، هو اللي هيطلع عينكم. عشان كده صديقي لما المسلمين واجهوا مقاومه عنيفه من الروم في الشام، راح هنا قرر خالد بن الوليد ان هو يغير من خطته. بص بقى هنا بيلجأ للخطط البديله، ان انا اجيب خالد بن الوليد من العراق يروح لفين؟ للشام. بص هنا ده بيدل يا صديقي على ذكاء ابو بكر الصديق في وضع الخطط البديله لما ينقل خالد بن الوليد من العراق لايه؟ للشام. طبعا قال المقوله دي يا صديقي في معركه اليرموك. انتصار المسلمين في معركه اليرموك بفضل خطه خالد بن الوليد، وبفضل تطبيق مبدا الشورى. خلي بالك هنا معركه اليرموك ظهر فيها مبدا الشورى، غزوه مؤتة ظهر فيها مبدا الشورى، سقيفه بني ساعده ظهر فيها مبدا الشورى، ظهر فيها مبدا ايه؟ الشورى. كل الحاجات دي ظهر فيها مبدا الشورى، لان طبعا في معركه اليرموك عمرو بن العاص هيشير على خالد بن الوليد ان العركه تبقى عند نهر اليرموك، عند المنطقه السهليه، عند المنطقه الايه؟ السهليه. ارتبط انتصار المسلمين في معركه اليرموك بمناطق عده. طبعا انا عايز اقول لك ان معركه اليرموك هتبقى السبب الرئيسي في فتح بيت المقدس وباقي مدن الشام. عشان كده معركه اليرموك هي بدايه النهايه للنفوذ الروماني في الشام. مش الرومان مسيطرين على الشام، انا بعد المعركه دي خلاص الروم بدا يا صديقي يقول لك يا ساتر يا رب خلاص كده الشام بح هتتاخد، المسلمين هيسيطروا عليه. بعد المعركه دي المسلمين الروم هيبداوا ان هم يفقدوا روحهم المعنويه، يقول لك خلاص كده المسلمين هيسيطروا عليه على الشام. تمام؟ فعشان كده بقول هي بدايه النهايه، لان بعد المعركه دي خلاص هقدر انتصر في اجنادين، هقدر افتح بيت المقدس. المعركه دي رفعت من روحنا المعنويه وخلتنا نقدر نفتح بيت المقدس وباقي مدن ايه؟ الشام. عشان كده بيقولوا عليها بدايه النهايه ليه؟ للنفوذ الروماني في الشام او للسيطره الرومانيه في الشام. عليك يا سوريا السلام، سلام المودع ونعم البلد هذا العدو، مقوله قال هرقل. خلي بالك هنا ان اليرموك بتتشابه مع المدائن. فاكر انت لما حاصرت المدائن لمده شهرين فيزدجارد لبس كلسون وهرب؟ تمام؟ هنا برضو بعد معركه اليرموك هرقل خلع. فهنا صديق اليرموك والمدائن بيتشابهوا مع بعض في هروب الحكام بعد هذه المعارك، او مغادره ايه؟ حكام الاعداء. حكام الاعداء زي هرقل هيغادر الشام، وزي مين؟ زي عمنا يزدجارد لما طبعا يخلع ويجري من المدائن. طيب سبب استبدال خالد بن الوليد في معركه اليرموك. طبعا يا صديقي انت هتستبدل خالد بن الوليد بعد معركه اليرموك بقى، هيبدا يكمل فتوحات عمرو بن العاص. ليه؟ لان المسلمين يا صديقي بداوا يشوفوا ان خالد بن الوليد ده هو اللي بيحقق دايما الانتصارات، نسوا ان الانتصارات بفضل مين؟ بفضل ربنا مش بفضل حد. عشان كده قام عمر بن الخطاب بتغيير القياده. انسحب الارطبون الى مصر. طبعا الارطبون ده بيجي يديك مثل بقى، يديك ايه؟ مثل ان الارطبون ده اتهزم مرتين، اتهزم مره في اجنادين واتهزم مره في بيت المقدس بعد الحصار العسكري الشديد الذي طبقه عمرو بن العاص. فالارطبون خلع، راح لمين؟ لمصر. ليه مصر؟ لان مصر كانت مركز الثقل البيزنطي. يبقى انا رحت لمصر لاسباب ايه؟ عسكريه. تمام؟ وهنا ممكن نديله مثال: الجاهل من تعثر بالحجر مرتين. لانه تعثر بالحجر مرتين، اتهزم مرتين، يعني مره في اجنادين ومره في بيت المقدس وخلع لايه؟ لمصر. مجيء عمر بن الخطاب الى بيت المقدس يؤكد على، طبعا هنا صديقي بطريرك بيت المقدس اللي هو البابا قال لك يا باشا انا ما عنديش مشكله نعمل صلح بس يبقى مع الخليفه. ليه مع الخليفه؟ قال لك نظرا لاهميه المدينه الدينيه. تو ايه ده بيت المقدس ليه مكانه دينيه، فهنا الصلح لازم يبقى مع الخليفه. طب عمر بن الخطاب هيطلع يعمل صلح ليه؟ نظرا لاهميه المدينه الدينيه او قادسيه المدينه. يبقى ده بيرجع لقادسيه واهميه ايه؟ بيت المقدس.
ارسل عمرو بن العاص رساله الى الخليفه عمر بن الخطاب يامره بطلب بطريرك بيت المقدس، اني اعالج حربا كؤودا، حرب صعبه يعني، بس البلاد ادخرت لك، الناس عايزين يعملوا صلح ممكن نفتحها بصلح. هنا اللي بيقولوا عمرو بن العاص ده انه بيشجع عمر بن الخطاب على الصلح. تمام؟ خلاها ما تخليهاش لا اهميه قادسيه، خليها اكتر هو تشجيع. انا عايز اشجع عمر بن الخطاب، شجع عمر بن الخطاب ان هو يجي يعمل ايه؟ يجي يعمل صلح يا صديقي. تمام؟ او استماله الخليفه انه تعالى تعالى يا عم عشان نعمل ايه؟ صلح، نتمم الفتح. جاء عهد الامان لبيت المقدس. طبعا يا صديقي عمر بن الخطاب اداهم عهد الامان، اداهم مميزات يا صديقي ما خدتهاش مدينه من قبل. تخيل يا صديقي بيت المقدس ده خد مزايا ما خدهاش حد قبل كده. ليه؟ نظرا لاهميه المدينه الدينيه ومكانتها الدينيه. طبعا اداهم حريه العقيده، تمام، حمايه الممتلكات اهل الذمه. وطبعا عهد الامان اللي اداه عمر بن الخطاب يا صديقي بيتفق مع صحيفه المدينه في حريه الاعتقاد والتاكيد طبعا على وفاء بالعهد، لان عمر بن الخطاب يا صديقي كان عنده وفاء بالعهد. لما جه سفرنيوس قال له صلي في الكنيسه، قال له لا انا لسه مديك عهد، بقول لك ان انا مش هسكن كنائسك ولا ههدمها، انت عايزني اصلي يجي المسلمين من بعد يقولوا هنا قد صلى عمر فيطردوا النصارى ويهدوا الكنيسه ويعملوا مسجد؟ لا يا عم. حرص عمر بن الخطاب عدم الصلاه في كنيسه القيامه. يدل على ايه؟ طبعا دي وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الا تهدموا بيتا او معبدا، لا تهدموا بيتا او معبدا. فطبعا دي احنا كده بننفذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتزام بما جاء فيه برضه في عهد الامان. يعني انا ما رضيتش اصلي في الكنيسه، انا بلتزم باللي جه في عهد الامان. عامل اختلاف بين فتح بيت المقدس عن فتح مكه في قل الحفاظ على ممتلكات اصحاب المعتقدات. يعني هنا صديقي الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه عمل ايه؟ هدم الاصنام اللي حوالين الايه؟ الكعبه. لكن طبعا انت لما فتحت بيت المقدس طبعا يا صديقي لا، انت سبت الكنائس زي ما هي وحافظت عليها. بالعكس عمر بن الخطاب رفض ان هو يصلي في الكنائس حتى لا يقال هنا صلى عمر فيأتوا المسلمون بعدي ويتخذونها مصلى. تم فتح بيت المقدس على اساس بشرط تطبيق المبدأ الثاني وهو دفع الايه؟ طبعا دفع الجزية. احنا فتحنا بيت المقدس بصلح. وخلي بالك فتح بيت المقدس بيتشابه مع فتح النوبة، ان الاثنين تم فتحهم عن طريق ايه؟ صلح. العامل المشترك بين فتح مكة وفتح بيت المقدس هو ظهور مبدأ التسامح والعفو. لان طبعا هنا صديقي عمر بن الخطاب اداهم عهد الامان، وده بيدل على التسامح الديني ان هو عفى عن اهلها. نفس الكلام يا صديقي الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن اهل ايه؟ مكة لما قال لهم طبعا اطلق اذهبوا فانتم الايه؟ فانتم الطلقاء. طرد عمر بن الخطاب لليهود من بيت المقدس وشبه الجزيره العربيه، او ممكن اقول لك من شبه الجزيره العربيه، او يقول لك الحجاز والشام، لان هو طردهم فعلا من الحجاز والايه؟ والشام بسبب غدرهم ان هم دايما بينقضوا الايه؟ العهود. اليهود ينقضوا العهود. طرد عمر بن الخطاب الروم من بيت المقدس بسبب طبعا ده قوتهم العسكريه، وقال لك انا مش عايز يبقى في روم او قوات رومانيه موجوده في بيت المقدس. تمام؟ لا دول يتكلوا على الله يروحوا بلدهم بقى، يروحوا عند الدوله البيزنطيه. تمام؟ اولى فتوحات المسلمين تامين حدود الدوله الاسلاميه من الغرب. انا عايز اقول لك اول من خرج خارج الاراضي الاسيويه هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هيبدا يا صديقي يعمل فتوحات في افريقيا عشان يامن الحدود الايه؟ الغربيه للدوله الاسلاميه ويفتح مصر. هو طبعا اول من فتح مصر اللي هي مفتاح القاره الافريقيه. الهدف الرئيسي لاهتمام المسلمين بعقد صلح البط. طبعا انت بتفتح ليه النوبه؟ قال لي عشان امن الفتوحات. على فكره الهدف هنا بيرجع لاهداف اقتصاديه واهداف عسكريه واهداف طبعا اجتماعيه ودينيه. يعني طبعا النوبه بس لو جاب لك اختيارات هتختار عسكريه واقتصاديه، ده اقرب حاجه. لان عسكريا انت عايز تامن حدودك الجنوبيه وعايز تعمل علاقات تجاريه مع النوبه، عشان كده فتحت الايه؟ النوبه عن طريق ايه؟ صلح. وانك تفتح بلد بصلح ده معناه ان القتال هو ايه؟ اخر اولوياتنا. احنا الاول بنعرض الاسلام ثم الصلح عن طريق الجزيه. اول القاده المسلمين
التي قاد الجيوش الاسلاميه في افريقيا. اول واحد عمل فتوحات في افريقيا هو عمرو بن العاص، لان هو فتح ايه؟ مصر. تمام؟ لكن اقصى اتساع في عهد الخلفاء الراشدين في قاره افريقيا هيبقى في عهد عثمان بن عفان. يعني اقصى اتساع للجنوب واقصى اتساع للغرب واقصى اتساع للشرق واقصى اتساع للشمال، كل ده يبقى في عهد عثمان بن عفان. تمام؟ لان طبعا الدوله الاسلاميه تصل الى اقصى اتساع لها في عهد الخلفاء الراشدين، ده في فتره عثمان بن عفان. انتصر المسلمين في معركه سبيطله. طبعا يا صديقي في معركه سبيطله اللي هي مع جرجير، اللي هي مع ايه؟ جرجير. ابو السرح هيعرض على جرجير الاسلام، جرجير يقول له لا يا جرجير، طب يا جرجير ادفع الجزء، جرجير يقول له لا، يقول له بقى ما بداش بقى، لازم نخش في قتال. بس عايز اقول لك ان جرجير في البدايه كان منتصر، ولكن يا صديقي تنقلب موازين المعركه ويتحول هنا المعركه من انتصار جرجير لانتصار المسلمين بفضل الايه؟ المدى. يبقى انت انتصرت في سبيطله بفضل المدى. وخلي بالك انت ما فتحت سبيطله الا لما حصل ارساء مبدا الشورى، لان صديقي عثمان بن عفان هيشور الصحابه. يشور ليه الصحابه؟ يعني هو شار الصحابه الاول وقال له خلاص افتح سبيطله. تمام؟ اتفقت فتح حصن الاجم وقفصه. طبعا انت ما فتحت سبيطله بدات تفتح الحصون زي حصن الاجم وقفصه، وطبعا عن طريق الايه؟ القتال. وبكده صديقي يبقى خلصنا اهم النواتج. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله ان شاء الله في مراجعه على المنهج. انا هنزل لك مراجعه 100%. انتظرني، انا مش جاي.